اجي بعدا ما يمكنش ما تكونش شاهدتي هاد المباراة اللي جمعات بين الارجنتين والمكسيك في مجموعات في كأس العالم قطر 2022. وايضا ما تقوليش انك ما كنتيش فرحان بعد ما سجل ميسي الهدف ديالو من برا لاريا اللي كانت قنبوله صراحه. حتى شي واحد ما كان ظنها انها غادي تسجل على المكسيك من بعد ما شاهدنا المكسيك ماتش كامل اخوتي هما شادين دايرين لا غرينتا، ولكن الارجنتين شاهدنا عندهم واحد لا غرينتا اخوتي اللي ماشي عاديه. الشوط الاول سالا 0 مقابل 0، وفي الشوط الثاني الارجنتين تفرقعات على المكسيك. صراحه الله انا ما كنتش متوقع ان الارجنتين غادي تفوز على المكسيك. انا قلت انه هذه المباراه تقدر تخرج بالتعادل، تقدر تخرج بفوز المكسيك من بعد ما شاهدنا الاداء ديال الارجنتين في الشوط الاول، ولكن ظهرني الارجنتين في الشوط الثاني من بعد ما شاهدنا تالق ليونيل ميسي. صراحه الله اخوتي هذا النجم هذا كبير 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 بزاف كما شاهدنا، بكى من بعد ما سجل الهدف الثاني ليه في كأس العالم والثاني على التوالي. شاهدنا سجل امام السعوديه وايضا دابا على المكسيك. انت كتشاهد هذا الفيديو وانت من محب ليونيل ميسي، بغيتك تعطيني الراي ديالك في التعليق وتقنبلها كيفاش جاكم الارجنتين اخوتي من بعد ما شاهدنا لا غرينتا اللي لعب بها الارجنتين اللي ماشي عاديه. بغيتك تعطيني الراي ديالك في التعليق، والراي ديالك راه مهم بالنسبه لينا حنايا وكيشجعنا وكيحفزنا وكيخلينا ننزلوا جديد. وشكرا لكم جزيلا. الخط ديالي تهلاو لي فراسكم ونشوفوا غدا ان شاء الله في المغرب امام بلجيكا، ودعوتكم راه موصوله كاملين للمغرب ونتمنوا من الله يفوز على بلجيكا وحتى حنا نتالوا وحتى حنا نفرحوا كما فرحوا اليوم الارجنتين. وحظ موفق للجماهير العالميه. تحياتي اخوتي والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.